كنت عايز اعمل الفيديو ده وانا باكل لب عشان تبقى حركه روشه توقفك ما تعملش سكرول وبتاع، بس ما لقيتش. المهم كلمه عالم الروم لحد امبارح لو كنت هتسمعها كانت هتبقى كل علاقتك بيها في مخك ان دي مقله في مرسى مطروح بنجيب منها لب ابيض واحنا راجعين عشان نوزع على حبايبنا، وكانت كل علاقتك الماديه بيها هي 8 كيلو لب هجيبه ب50 جنيه ولا حاجه، اجيب منه 10 واوزع على الناس. لحد امبارح بس عالم الروم ما بقتش لب وما بقتش منطقه في مرسى مطروح فيها مقله لب مشهوره ولا الكلام ده كله. عالم الروم بقت منطقه مصر هتعمل عليها صفقة مع قطر قيمتها 4 مليار دولار على إنشاء منتجعات سياحية وقرى سياحية في الساحل الشمالي على غرار منطقة راس الحكمة. كده بالنسبة لك الساحل الشمالي متحزم، أوله العلمين، في النص راس الحكمة، في آخره عالم الروم. وده يقول لك إن المستقبل كله رايح لفكرة إن أول مصدر دخل دولاري هيكون معمول أو متركز عليه في مصر هو هيكون الاستثمار العقاري في الساحل الشمالي لجذب السياحة والجذب عملة صعبة والقصة دي كلها. فده يقول لك مشهد جاي قدام، لو انت عايز تكون جزء فيه فانت لازم تلحق من دلوقتي. ولو عندك رأي يخليك مش عايز تكون جزء فيه احب اسمعه في الكومنتس. بس الصفقة دي بتقول ايه؟ بتقول انها 4 مليار دولار مقابل حق انتفاع قطر بمساحة 60 فدان، هيكون مصر فيهم قيمة من الربح حوالي 15%. حابب اسمع اراء.